خربوه. انا كنت ايه؟ انا كنت ايه؟ سمعني تاني، بتقول ايه؟ الناس دي خربوها. الناس دي خربوها. الناس دي جددت لزيزو اللي كان جاي له عروض بالملايين. الناس دي جددت لفتوح اللي كله قال لك ان فتوح جاي عندنا الاهلي. الناس دي اللي حلت مشكله القيد. الناس دي اللي جابت صفقات. الناس دي اللي عمال تحل في مشاكل النادي ولسه بتحل في مشاكل نادي الزمالك. الناس دي اللي جابت بدل الراعي كذا راعي للنادي. الناس دي اللي رجعت العلاقات ما بين الاهلي وما بين الزمالك. الناس دي اللي رجعت قيمة نادي الزمالك من تاني. الناس دي اللي رجعت قيمة الديربي ما بين الاهلي وما بين الزمالك من تاني، عشان نبقى متفقين. الاهلي في استقرار وكل حاجه، ولكن الزمالك كان المشكله في الزمالك. المشكله كان هم مفيش استقرار. المشكله ان نادي الزمالك كان فيه مشاكل. كل المشاكل دي كانت في الزمالك، ولكن الناس دي حلت مشاكل. الناس دي ورثت هم ما يتلم. يعني الناس دي جت لقت مشاكل وفلوس على النادي ومش عارف ايه على النادي وي يا جماعه يهد اي حد، ولكن الناس دي فضلت ثابته. الناس دي شغاله لمصلحه النادي فقط لا غير. يا جماعه حرفيا يعني في المجلس اللي فات كانوا بيكلموا لاعبي الكوره ان هم يجوا نادي الزمالك، ما كانش بيرضوا. يقول لك اجي يا باشا في نادي ما فيش استقرار، اجي يا باشا في نادي مش هيديني فلوس. حرفيا الناس دي لو رفعت سماعه التليفون على اي لعيب هيجيبوه. فحرفيا الناس دي شغاله لمصلحه نادي الزمالك. شغاله لمصلحه ايه؟ نادي الزمالك. ما سمعتش ان كابتن حسين طلع زعق في حد. الناس دي ما بتغلطش في حد. الناس دي شغاله في صمت. في صمت. في متحدث رسمي بيطلع يتكلم بناء عن مجلس الاداره في نظام. كل واحد عارف هو بيعمل ايه. كل واحد عارف هو بيعمل ايه. طب قول لي بس كده، انت تسمع عن مشاكل في الكوره دلوقتي؟ بتسمع عن مشاكل في الفرقه؟ في حاجه بتتسرب؟ مفيش. في استقرار. اما الاول كل 48 ساعه، كل 24 او كل ساعه تسمع فيه مشكله مش عارف مع مين، في خبر مش عارف ايه، لاعب مش عارف ايه، زيزو ماشي، فتوح رايح الاهلي، مش عارف مين. مفيش دلوقتي. ان كله شغال لمصلحه النادي. كله شغال لمصلحه النادي. الناس دي حرفيا يا برنس، يعني النادي الزمالك عليه فلوس كتيره جدا. كتيره بمعنى كلمه كتيره يعني. فجاه الناس دي جت هي عاوزه تحل المشاكل دي. عمال بقى يتفقوا مع رعاة يجيبوا بدل الراعي 4 عشان ياخدوا فلوس، خدوا غرامة الكهرباء عشان يدفعوا الفلوس، يجيبوا صفقات، ولسه بيحلوا مشكلة باتشيكو، ولسه بيحلوا مشكلة فرجاني، ولسه بيحلوا مشكلة ابو طيب. كل ده لسه. ولسه الناس تقول لك لا احنا هنحلها. ليه بقى؟ لان الناس دي مسؤولة. الناس دي مسؤولة. فحرفيا اللي حصل انك تقول الناس دي خربوها دي كبيرة قوي. لو خربوها مثلا، لو هما الناس دي جت وقالت لك ايه، لا والله يا جماعه انتوا شايفين الموضوع صعب دلوقتي، ولا هنحل ازمه قيد، ولا هنجيب صفقات، ولا هنعمل اي حاجه، انتوا شايفين كانوا قبلينا عملوها. لا، كانوا الناس اللي قبلينا كانوا يقول لك كده. يقول لك الناس اللي قبلينا حلوا المشاكل، ما احنا مش هنعرف. لا، الناس دي جت خططت ورسمت وعملت، وتجيب قروض من هنا وتظبط هنا، وتجيب فلوس من هنا تحط هنا. عملت السيستم. عرفت تطلع بالحته ديت من نادي الزمالك. يكسب ويخش ويكسب مباريات بقى في استقرار، يمشي مدير فني، يجيب مدير فني تاني اجنبي، يظبط الليله. يظبط الليله. بس ما تجيش تقول ان نادي الزمالك او الناس اللي ماسكه الزمالك دي خربوها. ما ينفعش. ما ينفعش حرفيا يعني. تمام. ده برنس كده توضيح هام للناس يعني، عشان دي كلمه حق. دي كلمه حق لازم نقولها. حكم مباراة الاهلي والزمالك يا جماعة ده مش حكم، ده حكم مصارعة. ايه يا باشا؟ الشرقاوي بعت لنا فدام ولا ايه؟ ايه منظر الحكم ده؟ اهو صورته. ايه منظر الحكم ده؟ ايه ده؟ ده لعيبة الاهلي والزمالك ده يا عيني اللي هيفكر بس يعترض هيطلع يجري. عشان كده جدي كولر كان بيلعب في الجيم، كان بيستعد، كان عارف الهم اللي جاي له، كان عارف ان في وحش في الملعب هيحكم ماتش. يا جماعه ده بيجري ازاي يا جماعه بالكتله العضليه اللي في جسمه دي؟ ده مش حكم. ده انا مش فاهم الحكم ده. جايبينه هو من برازيلي يعني. انا اول مره اشوفه الصراحه. ده كده اللي عندنا مش حكام بقى، ده في حكام بتعمل فورمه.
تخيل ده لو دخل ايه يحجز ما بين لعيبه، ده هينطرهم. يا جماعه انا شفت الصوره وربنا قعدت اضحك ضحك على منظر الحكم. لا الحكم فظيع جدا يعني، ولكن هنشوف يعني. هو ده اللي احنا جبناه لنهائي كاس مصر ما بين الاهلي وما بين الزمالك يا برنس. ما تنساش اللايك بتاعك وصلي على سيدنا محمد، ولو انت وصلت لغايه هنا انزل في التعليقات توقع نتيجه مباراه الاهلي مع الزمالك في نهائي كاس مصر يا برنس. سلام.